محتاجة أقول إن محاولة وصولنا للكمال هي أكتر حاجة بتخسرنا كل حاجة حوالينا. احنا بنحاول نوصل لأحسن حاجة في كل حاجة مش علشان خاطر نرضي نفسنا، لا احنا بنحاول نوصل لأحسن حاجة علشان خاطر نرضي كل اللي حوالينا. خلينا نبقى عارفين ومتأكدين إن الكمال لربنا وحده مش لينا. احنا بنحاول إن احنا نسعى ونجتهد علشان خاطر نوصل لحاجات نفسنا فيها ومحتاجين ان احنا نحققها لنفسنا مع مساعدة الآخرين، مش إن إحنا نحدد نفسنا على أساس إن اللي قدامي شايفني إزاي. إحنا حقيقي بنحاول نوصل لده من غير ما نكون حاسين. بنحاول نوصل لده عن طريق ان احنا بنرضي كل اللي حوالينا، وبنرجع كده لورا خطوة فبنلاقي ان احنا متضايقين، وبنلاقي ان احنا معاييرنا بناخدها من اللي قدامنا على اساس اللي قدامنا شايفنا ازاي. لو احنا مثلا عملنا حاجة غلط في حق اللي قدامنا، هي بالنسبة له غلط بس بالنسبة لي انا مثلا مش عارف اساعدك في حاجة زي دي، فبالنسبة لنا بنكون متضايقين ان احنا موصلناش لمرحلة الكمال اللي احنا هنساعدك فيها او نرضيك فيها. انا جايه لكم من بعيد قوي، او انا جايه لكم من المرحلة دي، وبقول لكم ان المحاولة دي ان احنا نحاول نرضي كل اللي حوالينا بتوصلنا ان احنا على طول متضايقين، على طول غضبانين من نفسنا، ان احنا مش عارفين نوقف ده، مش عارفين نحط حدود بيننا وبين غيرنا ونقول ستوب، احنا مش عارفين نعمل ده، مش قادرين نساعدكم في ده. وبالتالي ممكن تفضل تضغط نفسك لحد ما لا قدر الله ممكن نبقى عرضة لأمراض كتير جدا. وانا جاي لكم من المستقبل وبقول لكم حاجة زي دي، او انا جايه لكم سوري من الماضي وبقول لكم باكد لكم حاجه زي دي. احنا بنكون حاسين ان احنا 24 ساعه مضغوطين. احنا لو قصرنا في حق مثلا شخصيه واحده من كل الشخصيات اللي حوالينا اللي احنا عمالين نرضيهم، احنا مش هنعرف ننام بسبب ان احنا مضغوطين ان احنا ازاي ما رضيناش كل الناس دي. عايزه اقول لكم ان اللي بيوصلنا لده هو التبرير الكتير، الاعتذار الكتير. انا ما عرفتش اعمل ده عشان خاطر عندي كذا وكذا وكذا، وانا اسفه ان حصل كذا وكذا وكذا، وان انا ما عرفتش اساعدك في كذا وكذا، وان انا ما عرفتش اتغير في الحاجه اللي انت عايزني اتغير فيها، رغم ان دي طبيعتي وشخصيتي. بنفضل ندي تبريرات واعتذارات للي قدامنا لحد ما يعرف ان دي السكه اللي بيدخل لنا منها علشان خاطر يضغط علينا، علشان خاطر نعمل في دماغ اللي قدامنا. محتاجة أقول إن كتر ما بندي اللي قدامنا تبرير أو اعتذار كتير زيادة عن اللزوم وإحنا ما غلطناش في حقه، بل بالعكس هو اللي جاي على حقنا، ده بيخلي إن اللي قدامنا يزيد فيها أكتر. كتر التبريرات بتخلي إن اللي قدامك مش مصدقك، وبالتالي هيفضل يضغط عليك لحد ما تديله تبريرات تانية. فاحنا هنفضل ماشيين في سيركل التبرير كده لحد ما نموت، او لحد ما اللي قدامنا يضغط علينا وننهار. فحقيقي محتاجة اقول لكم ان كل ما بندي اللي قدامنا تبرير اكتر واعتذار اكتر، كل ما بيزيد فيها اكتر ويضغط علينا اكتر. فارجوكم كفاية تبريرات. لو انا مش عايز اعمل حاجة او الحاجة خارج ارادتي، انا اسفة، انا مش هعرف اعمل ده، دي انا ودي شخصيتي. او لو انت طالب مني حاجة انا مش هقدر اعمل ده في الوقت الحالي، لو عندي مقدرة اعمل ده بعد كده اوريدي ما عنديش اي مشكلة خالص ان انا اعمل. فحل ده هو ان احنا نعترف ان احنا بني ادمين، وان الكمال لله وحده، وان احنا مش هنعرف نوصل للكمال ونبقى بيرفكت في كل حاجة. احنا بني ادمين ولينا طاقة ولينا حدود، والكمال لله. انت ضعيف قوي او احنا ضعاف قوي ان احنا نوصل لمرحلة الكمال دي، احنا بعيد قوي عنها. احنا ربنا بيدينا الطاقة والقدرة ان احنا نبقى شاطرين في حاجة واثنين وثلاثة، بس مش في كل حاجة. ما عندكش القدرة دي ولا انا عندي القدرة دي. احنا استغفر الله العظيم يا رب، احنا مش ربنا عشان خاطر نوصل للمرحلة دي. فلازم نعترف ان احنا لينا طاقة ولينا حدود، ونحط حدود بيننا وبين اللي قدامنا علشان خاطر يبقى عندنا وقت وطاقة لنفسنا، ونبقى راضيين عن نفسنا مش هلكنها طول الوقت. فأي حد مثلا ممكن يطلب مننا حاجة خارج مقدرتنا، احنا
باعتذر، انا مش هقدر. لكن مش معنى كده ان انا افضل اعتذر لك طول الوقت فانت تفضل تضغط عليا، وان انا افضل اديك مبررات، وكل ما اديك مبررات ان انت ما ما تعترفش بده وبرضه تفضل تضغط عليا. فمحتاجين نحط حدود بين الناس، محتاجين نحط نفسنا في الأولوية ونعترف ان احنا بني ادمين ولينا طاقة ولينا حدود. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى تخرجوا من القوقعة بتاعة الكمال. انا جاية لكم من الماضي وبقول لكم ان المرحلة دي وحشة قوي، المرحلة دي متعبة جدا، المرحلة دي مهلكة قوي. ما بحبش افتكرها، ما بحبش افتكر اللي مريت بيه. بحب اللي انا وصلت له دلوقتي، ان البني ادم بقى مرتاح اكتر، عارف اولوياته اكتر، عارف حدوده اكتر، عارف هو هيقدر يعمل ايه ومش هيقدر يعمل ايه، لان هو بني ادم في الاول وفي الاخر، وليه طاقة وليه حدود. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه حاجة حتى لو 1% تقدروا ان انتوا تعملوها. ده كان غرضي كله حقيقي من الفيديو، ان ما اشوفش حد بيعاني من حاجة زي دي، لان مرحلة وحشة قوي قوي قوي. اتمنى ما حدش يجربها ولا يعدي بيها، واشوفكم على خير. سلام عليكم.